مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للبيئة. اختتام الأسبوع الثقافي الرياضي للقيادة الغربية. توزيع مناحل للمعاقين في سجنيتي. روسيا تبدأ مناورات ضخمة في بحري اليابان وأوخودسك. سفينة صينية حربية تقطع الطريق أمام مدمرة أمريكية بمضيق تايوان. أوبك بلس يوافق على خفض الإنتاج بإجمالي 3.6 ملايين برميل يوميا. السلام عليكم ورحمة الله. أحيت البلاد الخامس من يونيو اليوم العالمي للبيئة تحت شعار مكافحة التلوث البلاستيكي. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في المناسبة التي نظمت في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة إن من الأوان العمل الملموس والموحد للمجتمع الدولي عامة والحكومات لحل المشكلة العالمية المستفحلة نتيجة للاستخدام السيء للبلاستيك والوسائل غير الجيدة للتخلص منها. وذكر بأن من مسؤولية وواجب جميع المواطنين والقطاع العام والخاص عدم شراء واستخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة ولفترة قصيرة وعدم رمي النفايات البلاستيكية. وقال إن إريتريا صادقت عام 2002 على قانون يحظر الأكياس البلاستيكية الرقيقة والقيام بأنشطة رقابة قوية لتنفيذ القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة لدخول الأكياس البلاستيكية من دول الجوار، ويجب على المواطنين المشاركة الواعية للسيطرة عليه. وقدمت مسؤولة قسم الإدارة البيئية والرقابة في الوزارة السيدة أستير دزجي توضيحا في المناسبة حول إدارة النفايات والتخلص منها والقوانين والتعليمات الصادرة. وأوضح مندوب وكالات الأمم المتحدة بالإنابة في إريتريا السيد فينسنت أوموغا إن التلوث البلاستيكي أصبح أحد أكبر التحديات البيئية العالمية، مشيدا بإجراءات إريتريا لمكافحة التلوث البلاستيكي. وقالت مندوبة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بالإنابة في إريتريا السيدة نشيدة ساتار بأن حوالي 22% من وفيات الإنسان سببها التلوث البلاستيكي. نظمت بالمناسبة مسابقة معلومات عامة حول التلوث البيئي شارك فيها طلاب 22 مدرسة ثانوية في الإقليم الأوسط، وحصل 6 من الطلاب الفائزين و6 طالبات مساهمات في مكافحة التلوث على الجوائز المالية. وشهدت المناسبة عرضا للمؤسسات التي قامت بتدوير المواد البلاستيكية. اختتم في 3 من يونيو في عد مألل الأسبوع الثقافي الرياضي لوحدات قوات الدفاع في القيادة الغربية. شاركت في الأسبوع 14 فرق رياضية وفنية في منافسات نظمت لشهرين ضمن الأسبوع في بارنتو وعد مألل وششبيت، حيث اشتملت المنافسات الرياضية على كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والرماية والأنشطة الفنية الموسيقية والمسرح والغناء. وقال قائد هيئة أركان القيادة الغربية العميد صهيب مكنن في ختام الأسبوع إن من المفرح والمبشر لرخاء الغد تصدي قوات الدفاع بكفاءة لكل التحديات والدخول في برامج التنمية والمنافسات الرياضية والفنية، موضحا بأن البرنامج يساعد على بناء أفراد الجيش جسديا ومعنويا والتعرف على رياضيين أكفاء على مستوى البلاد. وفاز في المنافسات الرياضية فريق هلال للرجال التابع للفرقة العسكرية 46، وكرة القدم للسيدات فريق سيرور التابع للفرقة العسكرية 33، وفي الكرة الطائرة فريق فنقل للفرقة العسكرية 48، والرماية فريق والتا للفرقة العسكرية 24، وفي ألعاب القوى فريق سيرور للفرقة العسكرية 33. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب 100 منحلة ل20 من أعضائها في مديرية السجنيتي بمعدل 5 مناحل مع كامل أدواتها لكل عضو. وقدمت المناحل بأسعار مناسبة على أن تدفع في غضون 2 سنين، بالإضافة إلى قرض ب10,000 نقفة لبدء العمل.
ودعا مسؤول فرع الجمعية في الإقليم الجنوبي السيد ولدزج تدروس المعاقين متلقي المناحل بذل الجهود لتحسين حياتهم المعيشية بالاستفادة من موارد محيطهم. من جانبه شكر مسؤول التأهيل وإعادة التأهيل في جمعية معاقي الحرب السيد إبراهيم كفلزين شركاء العمل للتعاون الذي أبدوه. أشاد مدير ضاحية ربروبية في مديرية فرو السيد صالح أبو بكر بمشاركة جيدة في التعليم في مدرسة مايلاكاسو الابتدائية. وأوضح لدى لقائه السكان أن العملية التعليمية كانت تتأثر سلبا بعدم تجمع القرى، وقد حدث تغيير جيد حاليا. وذكر ارتفاع مشاركة الطلاب في التعليم عامة وخاصة الطالبات داعيا للدفع بعملية تجميع القرى. من ناحية ثانية يتم تشييد مدارس جديدة في أوملي ودنانلو في مديرية فرو، ووجود برنامج لبناء مدرسة متوسطة في مركز المنطقة. وأوضح مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة أن أنشطة التوعية الجارية من وزارة التعليم وشركاء العمل تحقق نتائج مرضية، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستقوم بدورها لتجميع قرى الضاحية في الموقع المحدد. وأكد المشاركون في الاجتماع على الاستعداد للتجمع في موقع وسط للحصول على الخدمات لتميز وجودهم على طريق إقلاع فرو. اختتم في 3 من يونيو أسبوع الشباب المنظم ل 12 يوما في ميدما بمناشط ثقافية وأدبية ورياضية وفنية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قبرو في مراسم الختام إن الجهود تبذل لبناء الشباب، وإن الأسبوع يساعد الطلاب الشباب للتعرف على الهوايات وتطويرها. وأشاد بالأنشطة الجارية في عرزة لرفع قدرات الشباب ومساهمة لجنة أصدقاء الشباب في ميدما بالأدوات الموسيقية وأجهزة الكمبيوتر لتطوير مركز الشباب. وثمن مدير مديرية عرزة السيد رؤسوم كفل مريم الاستثمار الذي يقوم به الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الشباب. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن الأسبوع الشبابي يحمل مسؤولية أكبر لتزامنه مع أعياد الاستقلال، داعيا الشباب لبذل الجهد لبناء وازدهار البلاد. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في المسابقات والشهادات التقديرية للمساهمين. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن أسطول المحيط الهادئ بدأ تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم. وأشارت إلى أن تلك التدريبات تأتي وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، وستستمر التدريبات حتى 20 من يونيو الجاري. وأضافت الوزارة الروسية أنه سيشارك في المناورات أيضا نحو 35 طائرة تابعة للبحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11,000 عسكري. وقامت البحرية الروسية بنشر قوات الأسطول في المناطق المحددة، وباشرت هذه القوات بتنفيذ بعض المهام العملية في إطار التدريب الميداني بالمنطقة البحرية البعيدة عن الساحل. دافع وزير الدفاع الصيني عن اعتراض بارجة صينية مسار مدمرة أمريكية حاملة لصواريخ موجهة وبارجة كندية في مضيق تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين امتدادا لأراضيها. وقد تجاوزت السفينة الصينية المدمرة الأمريكية ثم انحرفت بشكل دائري على مسافة 140 ميلا بطريقة غير آمنة وفق قيادة المحيط الهندي والهادئ الأمريكية. وخلال اجتماع لبعض أعلى قادة الدفاع في العالم المنعقد في سنغافورة، قال الجنرال لي شانغ فو إن ما يسمى بحرية دوريات الملاحة البحرية هي استفزاز للصين، ومن شأن الحادث الأخير أن يزيد المخاوف من احتمال وقوع حادث وقد يؤدي إلى التدهور بين بكين وواشنطن في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات. قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن اجتماع وزراء النفط في تحالف أوبك بلاس بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في النمسا قرر خفض الإنتاج ب 3.6 ملايين برميل يوميا لضمان استقرار سوق النفط.
وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بلاده ستقوم بخفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط مقداره 1,000,000 برميل يوميا ابتداء من يوليو المقبل. وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لدول أوبك وشركائها في تكتل أوبك بلاس بقيادة روسيا أن هذا الإجراء من جانب المملكة سيسري ابتداء من الشهر المقبل لمدة شهر واحد قابل للتمديد. يذكر أن تكتل أوبك بلاس يضخ نحو 40% من إنتاج الخام العالمي، مما يعني أن قراراته يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. عاد 3 رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض بعدما أنجزوا مهمة فضائية في محطة الفضاء الصينية وصفت بالناجحة على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية رواد الفضاء ببطانيات زرقاء. وكان رواد الفضاء 3 أمضوا 6 أشهر في محطة الفضاء تيانغونغ وأنجزوا مهمات بينها المشي في الفضاء وتجارب مختلفة. ختاما لنشرة أخبار هذا المساء فيما يلي تذكير بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للبيئة. اختتام الأسبوع الثقافي الرياضي للقيادة الغربية. توسيع مناحل للمعاقين في سكناتي. روسيا تبدأ مناورات ضخمة في بحري اليابان وأوخوتسك. سفينة حربية صينية تقطع الطريق أمام مدمرة أمريكية بمضيق تايوان. أوبك بلاس يوافق على خفض الإنتاج بحوالي 3.6 ملايين برميل يوميا. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.